اهلا بكم في برنامج العالم، مسمى اشتراك ولايك وتفعلوا الجرس ليصلكم كل جديد. فيديو النهارده عن هشام رشاد. هشام رشاد قلت لكم ده واحد بيحقد وبيغل تجاه النادي الاهلي. الاهلي عمل مرض نفسه وعمل نفسي، وعمل نفسه مش طبيعي. واحد بيعمل تعصب وفتن في مصر ومنبع للتعصب فتن في مصر. طبعا هو شخص كاره وحاقد وغلبي جدا تجاه النادي الاهلي. الاهلي عمل مرض نفسه وعمل نفسي، عمل نفسيه بجد يعني. طبعا هو بيحب يسير الجانب بقدر فتنه، وبيحب الترند واللقطه. طبعا هشام رشاد طبعا هو بيتكلم بشع عن النادي، كان غير محتوى النادي، كان بينم عن التعسف فتنه في المسألة. طبعا بينكم كله كذب وافتراءات عن النادي، في حاجات اصلا مش موجوده على ارض الواقع، في حاجات اصلا من وحي خياله. فضح الاهلي عملوا مرض نفسي وعلى طول نفسي وعملوا نفسيه بجد يعني. طبعا هشام رشاد طبعا هو بيت وش مترام، ما عندوش شخص اصلا، ما عندوش مبدا في حياته، في كلاسه امنيه. فهو مدرس كداب انه بيكره وبيغل وبيحقد. والشرم بتجاه النادي ده عمل مشكله، عمره عقده من سنين لانه بيكره وبيغل تجاه النادي الاهلي. طبعا يفوق بجد والله العظيم حاجه في منتهى الحقد والغل، وحاجه في منتهى الكذب، وحاجه غير محترمه، حاجه في منتهى التعسف فتنه. تعالوا شوفها كده. حاسس ان امام عاشور هيصلح غلطته بالعوده، وان هو عايز يخوض تجربه احتراف جديده. يعني والله عايز اقول لك هشام رشاد الاهلي هيفضل مجننك ويفضل مربي الخفيف. هشام رشاد عايز يعني يا جماعه زي زيزو امام عاشور مجننهم، هيفضل اللعيبه مجنناهم يعني. امام عاشور طلع، هو طلع هشام رشاد بيقول ان هو خلاص، بيقول لك احساسه ان هو هيحترف، وانه خلاص هيرجع عوده اللي هو يحترف ومش عارف. هو مجننه، امام عاشور مجننه. اي حد ان هم بيشوفوا امام عاشور في الاهلي بيزيدهم جنان ومرض نفسي زي زيزو بالظبط، بيزيدهم جنان ومرض نفسي. فهو ده يعني مربيهم الخفيف. امام عاشور مربيهم الخفيف ومجننهم جامد وعايزين يمشي من الاهلي باي طريقه. اللي هو طبعا بيقول طبعا ده من وحي خياله، لان هو متضايق ان هو موجود في الاهلي. فعايز اقول لك يا هشام رشاد الاهلي دايما هيفضل مربي خفيف، ويفضل مجننك، ويفضل وجعك، ويفضل عامل لك عقده نفسيه. طبعا هشام رشاد قلت لكم هو بيحب يسير كده بجد فتنه، وبيحب الترند واللقطه. طبعا هشام رشاد طبعا هو كاره النادي الاهلي وحاقد عن النادي الاهلي. هشام رشاد اعرف حجمك قبل ما تتكلم عن النادي الاهلي. استني في حلقه بكره من برنامج العالمي. السلام عليكم.